انا كي فقت نعيط ونبكي ونصيح مانيش متذكره حتى شيء. ما تذكرت حتى شيء. انا وين كليت الضرب ما نعرفش. من بعد بديت نتذكر، بديت ترجع لك. اي من بعد انا بديت نتذكر في الحكايات كيفاش صارت، شنو الحكايه. من بعدها برشا زايد، حتى الاخر دقيقه انا هما يسبوا انا مانيش نجاوب فيهم. انتي ساكته غض النظر كل شيء. معناها مش اول مره راهم يضربوني فيها، هذه ثاني مره صار يعتديوا عليك. مره ثانيه. وقتاش اعتدوا عليك المره الاولى؟ في قدام الليسي زاد؟ لا في الصيف تضربت وسكت وما شكيتش، وهبطوا تصوروا ما شكيتش، وفي بالي وفت الحكايه كهو. زادت عاودت مرة أخرى تصاور فيديو. يعني هذوما هكاك يعني بنات يعرضوك في الشارع يضربوك خاطر أنت ربما الخلفية الحكاية اللي حكيناها مع العائلة متاعك، ونعرفوا السبب شنو بالضبط، السبب هكاك جذبك ولا إدخالك الحكاية تخل بالحياة وحاجات لممارسة البغاء السري وكل شيء. أنت رفضت وما حبيتش تتبع، دونك هما شدوا ركبوا فيديوهات وتصاور أمان كيفاش يهبطوا يزوموا في تصاوري ويهبطوا فيهم. العباد تبعث لي وأنا ساكتة، أنا من با جاوبتهم بلوكيتهم. حطولك تصاورك في مواقف خايبة. أي خايفة أنت اليوم؟ خفت قبل وسكت هذيك علاش ربما زادت تطورت الحكاية؟ هو مانيش عارفة، أما في اللحظة هذيا اللي نعرف ما حبيتش نوصل أنا وياهم هكاية. ما حبيتش تولي شكايات وحاكم وأمها وبا تتلم يعني حبيتها تتلم برشا مرات، مش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة. هي اللي ما حبتش، كما مثلا أمها هي ما هيش حاملة بنتها في الموقف هذيك. أنا زاد أمي كيفاش حست كيرت الفيديو. أكيد حبوني نسامح، مش كان أمك حست عليك، الناس الكل في بيت. شفنا العنف المسلط هذاك ضدك أنت بالحق وضد أي فتاة أي حد. مانيش نحرضوا على العنف، احنا اليوم ضد العنف وضد الممارسات هذه. كي شكيتي باهم مش بيك عملتي باهم هكاك. يا حق راهو أنا شكيت تو خرجوا تو، معناها ما قعدوش. جابوهم حكوا معاهم، معناها موقوفين توقفوا ما خرجوش. معناها يعطيهم الصحة على الآخر خاطر وقفوا معايا الناس الكل ليك وما خلونيش.